السلام عليكم. النهاردة الخميس وده يوم الريستوك لانش بوكس المدرسة طول الأسبوع. يوم الخميس ببتدي أجهز كل الأكلات اللي أنا ممكن أحتاجها للأولاد طول الأسبوع في لانش بوكس المدرسة، وببتدي اليوم بأن أنا بنزل السوبر ماركت وبختار كل الحاجات اللي ممكن أحتاجها للبيت. والنهاردة هنعمل وافل، فكنت بختار بين أنواع الدقيق المختلفة. كل الأنواع دي تنفع لو أنت عندك حساسية من الجلوتين، أما لو أنت ما عندكش حساسية مع الجلوتين ممكن تختار دقيق القمح الكامل. وأنا النهاردة اخترت ان انا احضره بدقيق القمح الكامل. الوصفة دي من احلى وصفات الوافل اللي انت ممكن تقدميها لاولادك. كل الريسيبيز اللي انا استخدمتها هسيبها مكتوبة تحت في الكابشن بالتفصيل، واهم حاجة الزبادي والرايب هما اللي هيحافظوا عليها طول الاسبوع، طرية وهشة جدا. بحضر كمية كبيرة وبعمل لها ريستوك كل اسبوع او كل اسبوعين، وانا بحضرها اخواتي جم فحضرت لهم كمان الوافل اللي بيحبوه، وزينت لكل واحد فيهم الطبق بتاعه بالطريقة اللي بيحبها. بس ما قلت لهمش ان هي معمولة بدقيق القمح الكامل، لان هم ضد اي حاجة هيلثي حتى لو كان طعمها حلو، واكلوها وعجبتهم جدا جدا. وبعدها بدأت اعمل ريستوك لكل كمية الوافل اللي انا هحتاجها طول الاسبوع للاولاد، وشلتها في التلاجة وهم نازلين المدرسة بيبتدوا يطلعوها ويستخدموها وقت ما يحبوا، وكمان يحطوا عليها اي حاجة نفسهم فيها. والطريقة دي مش بس ساعدتني ان هي تريحني طول الاسبوع من كلمة هو احنا هناكل ايه النهاردة، لا دي كمان بتخليهم يخلصوا اكلهم كله لانهم محضرينه بنفسهم.